مساء الخير. امبارح وانا بشتري حاجه من السوبر ماركت، لقيت اب وابنه واقفين بيشتروا حاجه. الابن عنده زي طفل كده، عنده زي 5 سنين، عمال يقول لابوه انا عايز ايس كريم يا بابا. فابوه ما ردش، راح الواد قايلها تاني انا عايز ايس كريم يا بابا. ابوه برضه ما ردش. بس انا بدات اركز مع الموضوع، كنت انا خلاص يعني هين عليا اقول له انا هجيب لك يا حبيبي. وفجاه وبدون مقدمات لقيت ابوه نازل على الواد بالقلم وزعيق. انا والله اتخضيت، القلم وجعني. انا عارف ان ده من وجهة نظره ان هو كده بيربيه وبيعلمه، بس فكرت كده اللحظة، هو ده الصح يعني هو الصح ان احنا لما نبقى متضايقين وزهقانين فاولادنا يعملوا اي حاجة فاحنا نروح ضاربينهم ومزعقين فيهم جامد؟ هي دي التربية الصحيحة؟ الموقف ده فكرني بواحد صاحبي قريب مني جدا، وكان قريب مني من واحنا صغيرين، وكان بيثق فيا جدا. الواد ده كان دايما يحكي لي قد ايه ابوه بيعامله وحش. من يوم ما عرفته هو بيحكي لي ان ابوه دايما بيضربه بقسوه وبيشتمه ودايما بيهينه قدام الناس وبيتخانق دايما مع امه في البيت. وكان دايما يقول لي ان ابوه راسم له خط كده يمشي عليه، عايزه هو يمشي عليه، ودايما يقول لي انا مش عارف امشي ازاي ومش عارف اعمل ايه. انا نفسي اعمل اللي بابا عايزه بس انا مش قادر، حاسس اني ضعيف لانه بيتعامل معايا بشكل ان انا مش هقدر اعمل حاجه ابدا. فتراكم الحاجات دي عمل ما بينهم فجوه كبيره، لدرجه ان ابوه من عصبيته وصلت معاه انه طرده من البيت في مره من المرات يعني. والواد بدأ يتجه لسكة المخدرات والحاجات دي، وطبعا أبوه عرف بموضوع المخدرات. فلما الواد رجع تاني البيت، أبوه قال له أنا خلاص كده أنا ما بقتش عارف أعمل معاك إيه. والعصبية زادت معاه جدا لدرجة إنه قال له أنا هربطك في العمود ده وهتفضل مربوط لحد الصبح. وكنا في شتاء. الغريب إن هو فعلا نفذ اللي هو بيقوله، ربطه في العمود بالعافية وسابه لحد الصبح. فجه الصبح لقاه مات. ربيته كده يا حاج؟ علمته كده يا أستاذ؟ يعني أنت شايف إن هو ده الصح؟ أنت قتلته. أتمنى الأب اللي بيفكر زي الأب ده يراجع نفسه. أنا عارف إن ده بيبقى بدافع التربية وإن هنعلمه ويبقى راجل، لكن مش بالشكل ده، لا. وده برضه أنا ما بقولش إن أنت ما تراقبوش وتعرف هو بيعمل إيه وبيروح فين ومين صاحبه، بس ثق فيه. اخلق لغة حوار بينك وبين ابنك، اسمعه بجد واديله أهمية، اعرف قدره، ادخل في تفاصيل حياته. تعرف لو الأبهات دي
عرفت قد ايه ان الاولاد دول نعمة وقدروهم، وشافوا فين الايجابيات فيهم وظهروها وشجعوهم طول الوقت. الاب هو العمود الاول للثقة، للدعم. قول له احكي لي واسمعه، اتكلم معاه وقول له قد ايه انت تعبت في حياتك، وقد ايه انت كنت ضعيف في مواقف، مش طول الوقت انت بطل وجامد. ما تخلوش يوصل انه يخاف يكلمك، انه يفكر مليون مرة قبل ما يقول لك الكلمة. قدروه. شكرا.